الفيديوهات اللي بنزلها توصل لكم بيها اشعارات. كمان اعملوا لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع اكتر، واول كومنت مثبت هسيب لكم فيه لينك انستجرام وتيك توك، تابعوني عليهم. انا بنزل هناك فيديوهات غير برضو اللي بتبقى هنا على القناه. الحاجه بقى كنت بعمل قهوه، كنت عايزه افوق، و يعني اول حاجه هي شربتها فقلت هعملها معاكم. وبعد كده بقى ايه هنشوف هنعمل كده ايه حاجات سريعه في المطبخ. تمام. يعني انجاز حاجات منها ناكل شويه ومنتخنش وايه ونظبط الدنيا كده، هتشوفوها معايا دلوقتي. بس انا كنت بقى ايه مصدعه، كنت عايزه اشرب قهوه. حتى انا دلوقتي عايزه اشرب قهوه برضه، بس اسجل صوت الاول اهم حاجه، وايه وزين نايم، لان انا اصلا الحاجات دي متصوره على كذا يوم، وكمان يعني مش عارفه اسجل صوت، وكنت مستنيه اكمل عليها مثلا حاجه كمان، لا قلت لا كفايه كده تصوير، يعني نصور الصور وهنزل فيديو عشان بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات على القناه، يعني ده بيقلل اساسا المشاهدات وكده يعني. فقلت لا انا هنزل الاول الفيديو ده، الحاجات اللي انا صورتها هنزلها، وبعد كده ايه هصور بقى حاجات جديده وهنزلها معاكم تاني. يعني نفسي احافظ ان انا ايه انزل فيديو كل يوم، بس يعني للاسف يعني ايه ما بينفعش الموضوع، وخصوصا كده اما اسرح في المطبخ شويه. يعني جربت ان انا اعمل بقى حاجات بيتزا وعجين وكده وبتاع، بوظ لي وضيع لي اليوم. كنت بعمل بيتزا تانية سريعه هقول لكم عليها دلوقتي. فلا احنا خلينا في الحاجات السريعه بس. جربت ايه يعني، انا امبارح اليوم كله ضعف وانا بجرب حاجات في المطبخ، فاهمني؟ فلا ما نعملش كده، خصوصا لو بتخرجوا وراكم مشاوير وحاجات زي انا دلوقتي. يعني النادي بياخد وقت كبير مني، انا بخرج اليوم بسببه ما عدا يوم التلات يعني والجمعة، فعلى ايه يعني طيب احسن. المهم ايه من ضمن الحاجات السريعة، انا طبعا بحب البانكيك بالشوكولاته، بس ما بقتش بعمل بانكيك تمام، بس قلت اعمل شوكولاته، هي كيكه سريعه وبتقعد بقى الكميه اللي بعملها بتقعد ممكن اكتر على حسب الاكل، بس الاحسن احنا نخلصها في اسبوع. لو مش هتخلصيها في اسبوع قللي الكميه او شيل الباقي تقريبا في الفريزر، مش عارفه ينفع ولا ايه. بس انا بصراحه مش بحب حته الفريزر، عشان كده مش بركز معاها. يعني لما بسمع فيديوهات اللي بيقولوا عليه بيتشال في الفريزر، ممكن لو حاجه محتاجه لها اوكي، لكن دي يعني حاجه تتاكل كده على طول، دي شغل على العيش او على البانكيك وتتاكل على طول، فمش حباها في الفريزر بصراحه. المهم بقى ايه، انا حطيت كوبايه ميه، لان هعمل بلبن نيدو مش هعمل بلبن عادي، ولو يعني اللبن العلب يعني او سايب وكده يعني، لا لبن بودره. فحطيت له كوبايه ميه الا شويه صغيرين يعني، وحطيت كوبايه سكر، وحطيت كوباية يعني زيها سكر، يعني ما يبقى زيها سكر وزيها بتاع دوت كاكاو، او كاكاو نص بالظبط يبقى كاكاو تمام، لكن اللي زيها هو اللي سكر. بس والنص كاكاو، ومفروض فيه زيت، بس الزيت ايوه انا اقول لكم على حاجه، استنى، المفروض ان في زيت، فانا شلت زيت وحطيت بداله لبن، يعني هي كوبايه اللبن بدل نص زيت ونص ايه لبن، وحطيت معاهم كاكاو نص كاكاو ونص ايه سكر، طلع طعمها مسكر وحلو، بس هي خفيفه، بس هي بتقعد بتتقل، بس عشان كنت عايزه اكلها في وقتها فقلت اتقلها شويه بشويه كريم شانتيه. افتكرت ان هو كان عندي في التلاجة، انا كنت ناسيه هو بيديها قوام، وحطيت طبعا كيس فانيليا، فحطيت له معلقه كده وضربته تاني بس ما تقلش قوي، لان هو كان عايز كده يعني، ويكتر عن كده كمان، تقريبا كان عايز معلقه كمان. بس انا بصوا كسلت قوي، واحسن الكسل ده احسن. لما جربت بقى وقعدت اعمل بيتزا وعجين وبتاع، لا 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 لا، خربت الدنيا وعملت مواعين ما كانتش عندي يا جماعه. والله العظيم عندي مواعين دلوقتي هغسلها، احتمال اصورها معاكم. لا ليه عملت في نفسي كده يعني؟ حتى بصوا الطاسه لما تلاقوني سايبه حاجه جنبي على المطبخ، يبقى انا هعمل حاجه بعدها، فاهمني؟ يعني الاول كان الخلاط ده كنت سايباه على المطبخ عشان كنت اعمل الشوكولاته، شلنا الخلاط، لان انا وانا بعمل حاجه بصفي المواعين جنبي، فانا بصفي المواعين بسيب مثلا الحاجه اللي انا هستخدمها، فعشان كده تلاقي الرخامه على طول مكركبه عندي. المهم فضيت الشوكولاته واعمل بقى نسكافيه، انا بحبها يعني، انا عملتها يعني، انا كنت اشرب القهوه بس كنت عايزه اشرب حاجه بالشوكولاته مع نسكافيه، يعني بحب اي حاجه فيها طعم الشوكولاته مع نسكافيه. فطبعا ايه رحت انا عامله دي خفيفه جدا بقى طبعا، يعني هي بس كل اللي فيها شويه السكر، هما الحاجه ايه بتتخن يعني، فاهمني؟ بس احنا هناخدهم على مراحل يعني، مش دي العلبه دي بتقعد قد كده معايا. فالحمد لله الحمد لله النظام اللي ماشي عليه ده، ما عدا العكه بتاع امبارح ما بيخسسني مع الخروج والنادي كل يوم، وخروج كل يوم، ونزول من البيت كل يوم، وغير طبعا القعده لما بنقعد في البيت برضو بنتخن. فلا الحوار ده ماشي تمام ومظبوطه قوي، فانا عايزه استمر على كده. مش عك تاني زي عكه امبارح يعني، توبه ان شاء الله. المهم الطاسه دي كنت سايباها عشان ايه، ولا نكمل مع بعض الاول
واحنا بنعمل مواعين بقى واحنا بنصفي المواعين هبقى اقول لكم الطاسه دي سايباها عشان ايه. بصوا بقى، عادي بقى جبت عيش بلدي وسخنته وعملت سندوتشات شوكولاته عادي جدا، وممكن بعيش فينو اللي تحبوه، بس العيش البلدي طبعا بيتخنش زي الفينو. وانا اصلا بقى على الشوكولاته اكتر، لان زمان وانا من 7 سنين ولا من 8 سنين، كان تالية لسه عندها سنه، يعني من 7 سنين كنت بسحر كده في رمضان، كنت بعمل سندوتشات شوكولاته، بس الشوكولاته دي ما كنتش لسه اتعلمت اعملها، كنتش بعرف اعملها ساعتها لسه. كنت بجيب النوتيلا الاصليه العاديه اللي انتوا عارفينها، كنت بعملها في التوست اللي هو برضو البني، لانه كنت ساعتها برضو كنت عايزه اخس. واصلا ولاد التالي زي ولاد الزين، الاتنين في شهر 7، والاتنين اكتر ولادتين خسيت عليهم، فانا عايزه استمر على اللي انا فيه واخلص الوزن اللي عندي. فالمهم ايه، وبرضو اكتبوا لي في الكومنتات انتوا تظبطوا الدنيا ازاي لما كنا عايزين تعملوا الوزن بتاعكم، تظبطوا الوزن اللي زياده من غير ما نمشي على دايت كامل وحذافيره بقى وميعاد اكل وما ناكلش بالليل والجو ده، لان انا اصلا ما باكلش غير الساعه 1 بالليل. عايزه اقول لكم يعني انا كده اصلا مش باكل، فاهمني؟ انا باكل الساعه 1 بالليل اكله تبقى يعني احس ان كلت زي البني ادمين، يعني الاكل ده اكلته على كذا مره، ونسكافيه بارد ومش عارفه ايه، طول ما انا انتوا عارفين يعني طول ما معانا اطفال يعني بنروح ونيجي ونعمل. فانا كنت عامله سندوتشيه انا وحمزه، بس ما عجبتوش وركنت بتوعه بقى وكلتهم انا في وقت تاني، يعني اما جوعت تاني بقى اكلتهم. انا بقى بالنسبه لي بحبهم، بحب سندوتشات الشوكولاته جدا. وبص بقى حاجه سرعه، اولا علبه يعني كل اللي اشتغلنا فيه هو الشوكولاته، والعيش طبعا جاهز انتوا دوب تسخنوه وخلاص. بس بقى فانا هعتمد الموضوع ده على طول يا جماعه. مع الفاكهه انا باكل تين شوكي او تين برشومي، بس البرشومي اكتر، لان الشوكي انا بسيبه لهم هم بيحبوه. انتوا عارفين اصلا التين الشوكي ده بيخلص في ساعتش، فانا بسيبه لهم هم، وانا كيكه بحب الشوكي تين البرشومي مع النسكافيه وبفطر بيه وزي الفل. المهم بقى ايه، كنت مطلعه الطاسه دي ليه؟ عشان خاطر عارفين البيتزا اللي هي بتتعمل بالبيض، او اللي هو بتربي بضايه وتحطيها كده في حته زبده وتقلبي عليها رغيف العيش البلدي، وبعد كده تعكسيه، يعني البيض يمسك فيه، تروحي عكساه تدوسي على البيضه كده يعني تحطي رغيف العيش وتدوسي عليه كده ثانيه وتعكسيه تاني، وترشي بقى على وش البيض كده جبنه موتزاريلا، وتحطي زيتون واي حشو انت عايزاه، وتغطيه لحد ما جبنه بتسيح، وكلتي بيتزا في 3 ثواني، ما فيش في ثانيه. عملت كده ومشيت على كده يوم او يومين وتمام. طقت في دماغي بقى ايه اعمل فرن، فاهمني؟ ويا ريتها بقى طقت في دماغي طلع لي شويه مواعين عسل كده، المطبخ اتشال في حاله في ثانيه. يا جماعه احنا ليه ما نمشيش ورا الحاجات السريعه طالما احنا مش فاضيين للحاجات اللي بتاخد وقت؟ وعندنا مشاوير وعندنا يعني ليله زي عسل بصراحه، يعني اخر مره اعملها، فاهمني؟ بس بقى فهشيل بقى شويه المواعين دول حتى ما كملتهمش معاكم. هي كانت واقفه جنبي، كانت عماله تغسل في المواعين والصفي، وانا ايه اصفي وادخل في البتاع وانا شايله زين بس.